البداية كانت وسط تأجج مشاعر الشارع المصري، عندما كثفت الحركة الوطنية كفاحها ضد الاحتلال الإنجليزي، لتخرج البذرة الأولى للأهلي تحت اسم نادي طلبة المدارس العليا عام 1907. وقع الاختيار على اسم الأهلي تعبيرا عما تمثله تلك المؤسسة الرياضية من قبلة لأبناء الوطن، وهو ما اتضح جليا في فتح باب الاشتراك أمام جميع المصريين. التمازج بين التفاعلات السياسية والأهلي ظهر جليا في المواقف الصعبة التي تمر بها البلاد. ففي عام 1948 بعد اندلاع حرب فلسطين، هب شباب النادي للانخراط في طليعة المتطوعين الذين شاركوا في الحرب، لتقرر الجمعية العمومية للنادي بعدها تصميم لوحة تذكارية للأعضاء الذين استشهدوا في تلك الحرب. وتضامنت إدارة النادي مع قادة ثورة يوليو عام 1952، وهو ما تبلور في إعلان الجمعية العمومية بعدها بعام إنشاء مراكز تدريب عسكرية داخل النادي لتدريب الفدائيين الذين ينخرطون في محاربة البريطانيين. ودخل جمال عبد الناصر الرئيس المصري آنذاك ربوع الأهلي رئيسا شرفيا للنادي ليجسد تقديره لدور المؤسسة. فالأهلي كرس جهوده لمساندة الجهود الحربية، بدءا من جمع التبرعات ووصولا لتنظيم التدريبات العسكرية، وهي أعمال استمرت بشكل طبيعي حتى حرب أكتوبر عام 1973. وفي الثمانينيات والتسعينيات ومع بدايات القرن ال21 تضاءل التقاطع بين الأهلي والحياة السياسية، وأصبح النادي أكثر انشغالا بالشؤون الرياضية. تعاقب على رئاسة الأهلي عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة المرموقة، مثل سعد زغلول، أحمد حسنين، وعبد الخالق ثروت، والفريق أول عبد المحسن مرتجي، وصولا إلى صالح سليم ثم حسن حمدي.